وبركاته اخواتي وحبايبي اللي بيتابعونا في كل مكان، كل الناس على راسي من فوق. بالنسبه للناس اللي بتتابعنا على اليوتيوب، الاسلامي المتميز للارانب والاعلام. بالنسبه للفيس يا جماعه، الناس اللي بتتابعنا على يومياتي في مزرعتك. وطبعا عملت لكم جروب جديد للمناقشات، اي حد عنده مشكله يبعتها على الجروب، يصور العينه ويقول هو حصل عنده ايه، ويبعتها عشان برضه للجروب اللي هو اسمه عشاق ارانب الاسلاميه المتميز للارانب والاعلام. طبعا النهارده فيديو مهم جدا، ويا ريت يا جماعه تتفاعلوا في اللايكات واكتروا في الشير عشان خاطر برضه غيركم يستفيد. طبعا الام ولدت معانا، لان الفيديو ده هنتكلم عن الام وازاي نطلع الخلفه من تحت الام ويبقوا في المستوى اللي هو الخلفه. طبعا الام ديت اهي، مهما يكن النوع والده اهيت يا جماعه، طبعا مرضعه حلو اهو، دي الرضاعه حلوه وكله مش مقاس واحد، تمام، لان عملنا عمليات تبني فكل مش عمر واحد، تمام. فاهم حاجه ان احنا نتفادى الاطفال. طبعا الام ديت عمر الولاده بتاعتها دلوقتي عمر بقى لهم 6 ايام. طبعا القش والشعر اهو، دي انت بتدفي بيت الولد. طبعا انت لما بتدخل الام ترضع لازم الخلفه تكون راضعه بالشكل ده، وشكل اللبن يبقى باين زي ما انتم شايفين قدامكم في الفيديو. طبعا احنا حافظنا على الخلفه اهوت لعمر 6 ايام، لسه فاضل اللي هو عمر 10 ايام. طبعا لازم تحط كرتونه من تحت عشان تدفي الخلفه، لانك انت في وقت شتوي لازم تدفي الخلفه. طبعا في ناس بترضع حبيس وفي ناس بترضع اللي هي الرضاعه المفتوح. انت طبعا تدي رايك ايه للناس؟ اكيد الرضاعة الحديثة. الرضاعه الحبيس ليه يا جماعه؟ فوائدها اهم حاجه، الام وهي بترضع لو هي الخشه مفتوح وسايب الصندوق سداحمه ده، الام بتخش ترضع وهي خارجه بتلاقي ابن يشبط فيها، بتلاقيه على القفص، فبتيجي تاني يوم بتلاقيه سوع، بتيجي تدفيه ممكن ما يدفاش معاك ويموت. طبعا احنا خلصنا دلوقتي العمر 6 ايام، وطبعا تعالوا بوريكم برضه هنطلعهم ازاي، بس بوريكم عملي وبشكل مبسط. اكن جبت للام ديت بعد، اكن فطمت للام دي 35 دلوقتي، بس عشان الصوره توصل للناس اكتر هنروح برضه لنتايه تانيه اكن هي دي النتايه اللي احنا طلعنا الخلفه، بس عشان اوضح لكم الصوره اكتر. طبعا يا جماعه كلنا في نفس النتايه اهوت، هنطلعهم ازاي؟ وصلوا معانا دلوقتي بعد ال6 ايام، وصلوا معانا 15 يوم. طبعا الصندوق اهو وصل 15 يوم. اهم حاجه تهتم بالصندوق ده، يتنضف كل 5 ايام 6 ايام على حسب الهلك. طبعا هو اهو دي نضيف. طبعا بتلاقي الطفل زي ما انت شايف كده اهو، شايف الاطفال عامله ازاي، بتلاقي الارنب صحته حلوه معاك، وفي نفس الوقت اهو 6 7 معاها 7 اهي، في نفس الوقت حافظت عليهم. طيب هنعمل ايه بقى بعد السبعة بتوصل 15 يوم دلوقتي؟ هنعمل ايه بقى عشان نطلعهم؟ ومشاكل اللي الناس بتتكلم عليها ان الارنب بيموت ومش بيموت بسبب انك ممكن ما بتنضفش الصندوق كويس، بسبب برضو انك ما بتهتمش بالنظافة كويس، لها حالات كتير. طبعا احنا خلصنا العمر 15 يوم وبدأنا فتحنا ايه؟ فتحنا بيت الولد عشان الاطفال تخرج مع امهم وتاكل وتشرب زي ما هتشوفوا دلوقتي. طبعا يا جماعه فتحنا بعد 15 يوم، وده النتيجه، الام وهي نايمه جنبهم والاطفال حواليه. بتبص بقى بعد ال 15 يوم ده، ان ده عمر 25 يوم، زي ما انتم شايفين النتيجه، بيوصل الارنب حلو زي ده، بتلاقيه في ال 15 يوم اهو. الارنب دلوقتي في بعد العمر 15 بيبدا ياكل ويديك الحجم ده اللي هو حجم 400 و500 جرام. طبعا انت بتفطم على 35. طبعا هنفطم بقى كاننا دلوقتي هنفطم، فطمنا الارنب دلوقتي. طبعا يا جماعه دلوقتي هنفطم في العمر ال 32 يوم وفي عمر 35 يوم، سواء انت بتقطف ازاي. طبعا اهوت بنفطم اهو، ارنب اهوت يوصل له 800 جرام 800 جرام، وفي حاجات توصل للكيلو بنفطم. اما بتيجي تفطم بقى في توقيت الشتاء، بتحط في كل عين اداه 2 4 كده 6 في عين واحده، تمام. كده وصلناهم هنا، لان هو ده الرزق اللي احنا هناكل منه عيش، وفي نفس الوقت بتعمل منه سلاله. فالارنب بتلاقي معاك وصل لكده، بيبدا بقى ليه هنا شغل تاني. تعالوا بقى نخش على الشغل التاني. وبعد مرور اسبوع
او 15 يوم وهم 6 مع بعض بتبدا تخف ارنب ارنب. يعني هم دلوقتي 6، بعد كده تلاقيه بعد كده يا جماعه كانوا 6، بدأنا خدنا منهم واحد بقوا 5 زي ما انتم شايفين كده، بنبدأ نشيل واحد فجأة يبقى 4 بالنسبة للتوقيت الشتوي. كده بقى ما كتمناش على الأرنب وهو صغير، كده الأرنب خد مجرته كويس، بيوصل معاك الحجم زي ما انت شايف كده اهو اهو، واخواته اهو اهو. الأرنب وصل معاك اهو، ميزان كويس. لازم تفتح للارنب، ما يكونوش 6 في عين لغايه ما تيجي تبيعهم لحمه، هتلاقي الارنب معاك بياكل بس ما فيش تحويل. بتلاقي الارنب بقى ظبط معاك اهو، نفس اللي انا بقول لك عليه، ارنب اهو كويس والرعايه تكون كويس. طيب ايه اللي بعد كده بقى عشان نطلع بقى الارنب يبقوا سلالات كويسه، وامتى بنقطف الارنب عشان نسيبه احلال، وازاي بنسيب الارنب ده والميزه اللي في الارنب عشان نسيبه احلال؟ طبعا يا جماعه بعد ما خليناهم ستات ووصلوا معانا ال 60 وال 65 يوم اللي هو عمر البيع، بتلاقي الارنب معاك درجات، اللي هو ميزانه بيبدا من كيلو 800 لحد 2 كيلو. بتقطف بقى انت الارنب اللي بيبقى فيه ميزه، زي يعني مثلا زي دي احنا قاطفينها من بدري، ارنبه كويسه اهي يا جماعه وانتايه، عمر 3 شهور ونص زي ما انتم شايفين اهو، حاجه كويسه. وطبعا انت بتقطف بقى الارنب وانت جاي بقى تبيع، بتفرد بتلاقي حاجه سلاله زي ديت بتقابلك، شايفين يا جماعه زي ما بيقولوا كف عريض، ارنب اهو شعرته نايمه اهو. هو ده يا جماعه اللي بنسيبه احلال يبقى شغال معاك ومستوى كويس اهو. الارنب هو اللي بيخلي صاحبه يسيبه واجباريا، هي دي اكل العيش. فانا عايز كل الناس اللي عندها مشاكل الفطام، اهم حاجه تشتغل بالعلف المظبوط، الرعايه تكون مظبوطه، المشمعات يكون عندك نظافه كويسه. بتلاقي الارنب ما دام الارنب شعرته ناعمه يا جماعه كده، بيديك ده تعرف اللي انت ماشي مظبوط والرعايه بتاعتك كويس. الارنب بقى شعره منعكش والشغل ده يبقى معروف اللي صاحبه مش مهتم بتربيه الارانب. طبعا يا جماعه انا عامل لكم خط جديد اهو، خط فلاينات والهاي بلس، دي طبعا اللي هو الابيض دي فلاين، وطبعا الهاي بلس اول ما يجي اقول لك دي الهاي بلس. طبعا زي ما انتم شايفين الارنب اهو مستوى كويس اهو يا جماعه اهو، بسم الله ما شاء الله اهو. نتايه اهي بتقول لك اهي، طبعا ديت اهي فلاينات فلاينات، لان انا زي ما قلت لكم انا بعشق الفلاينات اهو. وطبعا حته هاي بلس اهي، دي هاي بلس، الودن سودا او بنيه على حسب ما بيطلع معاك، دي بتبقى هاي بلس، في ناس بتفكرها كاليفورنيا. وطبعا حتى بابيون اهي، حته بابيون احلال. اهم حاجه برضو بالنسبه للامهات، اهم حاجه الحوض، طول ما الحوض كويس يا جماعه زي ما انتم شايفين كده، هو دي الحوض اللي تهتم بيه عشان خاطر ده هو اللي هيشيل لك الخير اللي هيبقى جاي بعد كده. ده يا جماعه شايفين، طبعا ده يا جماعه انا بوصل لكم الاحداث اللي بنشوفها، اللي في ناس مش عارفه تطلع الخلفه هنا، في ناس كتير بشوفها كتير اللي هي مش عارفه تطلع الخلفه، بتوصل معاها لمده معينه 15 يوم وبتبدا تضرب معاك اكسجين على عدم نظافه الصندوق من صغرهم، وفي نفس الوقت مش مهتمين بالارنب ولا شغالين على الارنب صح. انا عايز كل الناس تشتغل زي ما انتم شايفين كده، خطوط الانتاج عندي الوحيده اهيت، وشايفين الارنب عندي كويس. طبعا لو انت عندك حاجه تعبانه هيتبان معاك زي ما انتم شايفين اربعات اهو يا جماعه، اربعات زي ما انتم شايفين الارنب اربعات اهو، بسم الله ما شاء الله. دي بقى اللي بتطلع منه الخير يا جماعه، والسلالات واللحوم اللي الناس اللي بتبيع لها لحم اهو، هو ده اللي انت بتطلعه من صندوق الكنز اللي اتكلمنا عليه كذا مره. طبعا يا جماعه تستنونا في كل فيديو جديد، ان شاء الله هنعمل لكم فيديوهات زي ما وعدتكم، هنعمل لكم فيديوهات جديده، وان شاء الله علي معانا في قلب الموضوع وهيعمل لكم برضو احاديث جديده. واستنونا فيديوهات جايه، وريت يا جماعه لايك والشير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.